السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الإعدادي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنشرح الدرس الثالث إن شاء الله. الدرس الثالث بيتكلم عن الصيغة العلمية. مبدئيا إيه هي الصيغة العلمية؟ بنستخدمها في إيه؟ يعني أنا مثلا كتلة الكواكب نستخدمها في كتلة الكواكب، نستخدمها مثلا في نعرف كتلة الذرة، بيبقى عبارة عن رقم كبير فإحنا بنختصره، يعني رقم فيه أصفار كتير فإحنا بنختصره. يعني مثلا لما أجي أقول مليار، مليار يعني واحد قدامه 9 أصفار، ده بنقول إنه بيساوي 1/10⁻⁹. هي دي الصيغة العلمية. فالصيغة العلمية بنكتبها ازاي؟ بتبقى عبارة عن A في 10 أس N. شرط الصيغة العلمية إن ال A ده، رقم ال A ده لازم يكون أكبر من أو يساوي 1 وأقل من 10. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو جيت قلت لك مثلا 1.3 في 10 أس 5، يبقى ساعتها دي كده صيغة علمية. ليه؟ لأن ال1.3 بتحقق الشرط إنها أكبر من أو تساوي الواحد وأقل من 10. أو ممكن أقول -4.5 مثلا في 10 أس -9. بس يا مستر هنا دي -4.5 وأنت قلت لازم تكون أكبر من أو تساوي الواحد. لا، السالب هنا عادي. يعني السالب في الصيغة العلمية ما بيشغلنيش، أهم حاجة الرقم نفسه ده يكون أكبر من أو يساوي الواحد وأقل من 10. يعني مثلا لو جيت قلت لك مثلا 13 في 10 أس 5، لا دي غلط، ما تنفعش. طب حلها الصحيح تكون 1.3 في 10 أس 6. يبقى احنا زي ما قلنا يا شباب إن الصيغة العلمية لازم تتكتب A في 10 أس N، وتكون الشرط الأولاني يكون ال A ده أكبر من أو يساوي واحد وأقل من 10. الشرط التاني إن ال N اللي هي الأس بتاع 10 ينتمي للأعداد الصحيحة. يعني إيه ينتمي للأعداد الصحيحة؟ يعني مو يطلع بأي حاجة بس ما يطلعش بكسر. ما ينفعش الأس يطلع بكسر. يعني على سبيل المثال لو جيت قلت لك 1.3 في 10 أس 5 مثلا، دي تمام مفيش مشكلة. إنما لو جيت قلت لك 1.3 في 10 أس 2.5 مثلا، أو أي كسر 3/7 مثلا، يبقى ساعتها ما ينفعش دي تكون صيغة علمية. هنبتدي إن شاء الله بمثال رقم واحد. مثال رقم واحد بيقول أي من الأعداد الآتية مكتوبا بالصيغة العلمية وأي منهما ليس مكتوبا بالصيغة العلمية ولماذا؟ لو جينا بصينا على رقم واحد، رقم واحد بيقول 4.6 في 10 أس 8. طيب أبص على الرقم ده اللي هو 4.6، أكبر من الواحد وأقل من 10، يبقى تمام، يبقى دي تمام. والأس بتاعي مش كسر، يبقى دي تنتمي للصيغة العلمية. رقم اتنين بيقول 45 في 10 أس 8. لو جينا بصينا على الرقم اللي هي 45 ده ما بيحققش الشرط لأنه أكبر من واحد، فبالتالي دي لأ، ليست على الصيغة العلمية، لأن ال45 مش أصغر من 10. لازما الرقم اللي هنا يكون أصغر من 10. رقم 3 بيقول -9.6 في 10 أس 10 في 10 أس 10. طيب أبص على الرقم ده 9.6، ده أكبر من أو يساوي الواحد وأقل من 10، يبقى بحقق الشرط والأس بتاعي مش كسر، تبقى دي معايا في الصيغة العلمية، تبقى دي صيغة علمية. رقم 4 بيقول 72% في 10 أس -6. فبالتالي لو جينا بصينا على ده 72%، احنا لازم الرقم يكون أكبر من أو يساوي الواحد، فبالتالي دي لأ، لأن 72% أصغر من الواحد. رقم خمسة بتقول 1 في 10 أس -7. فالواحد ده هو كده الشرط عندي بيقول إن الرقم يكون أكبر من أو يساوي الواحد، فهنا واحد يبقى تمام، والأس بتاعي مش كسر، تبقى دي معايا في الصيغة العلمية. رقم 6 بيقول -3.7 في 10 أس 2.5، اللي هي 2.5. أبص على الرقم اللي هنا 3.7 ده أكبر من أو يساوي الواحد وأقل من 10، تمام. لكن الأس بتاعي للأسف كسر، فدي ليست من الصيغة العلمية. ليه؟ لأن الأس 2.5 ده لا ينتمي للأعداد الصحيحة، ولازم الأس بتاعي ينتمي للأعداد الصحيحة. رقم واحد بيقول لي
اكتب كل ما يأتي بالصيغة العلمية. هو بيديني مجموعة أرقام بالصيغة القياسية وبيقول لي هاتها بالصيغة العلمية. طيب لو العلامة بتاعتي اتحركت شمال يبقى أنا كده موجب، ماشي في الاتجاه الموجب. ولو العلامة بتاعتي اتحركت يمين يبقى أنا كده في الاتجاه السالب. بيقول 82 مليون، 82 وقدامها 6 صفار. هي العلامة بتاعتي فين؟ العلامة بتاعتي هنا. طيب المفروض العلامة بتاعتي تبقى فين؟ تكون ما بين التمانية والاتنين عشان تبقى 8.2. طيب ليه؟ عشان لازم تكون أكبر من أو تساوي الواحد وأقل من العشرة. يبقى هنا، يبقى إذا هقول له العلامة بتاعتي فين؟ هنا هي مكانها. العلامة بتاعتي فين؟ يبقى أنا كده هقول له 8.2 في 10 أس كام بقى؟ تعالوا يا شباب كده مع بعض. هي العلامة بتاعتي فين؟ هنا. طب هي اتحركت كام مرة؟ يلا، 1 2 3 4 5 6 7. يبقى 8.2 في أس 7 في 10 أس 7. طب هل هي بالموجب ولا بالسالب؟ لا بالموجب يا مستر. ليه؟ لأنها اتحركت شمال. رقم 2. رقم 2 لو جينا بصينا هنلاقي العلامة بتاعتي فين؟ هنا اهي. العلامة بتاعتي هنا. فلازما العلامة تكون ما بين كام وكام؟ لازم العلامة بتاعتي تكون ما بين الواحد والتلاتة. طب ليه؟ عشان تبقى 1.35 أكبر من أو تساوي الواحد وأقل من العشرة. طيب دلوقتي العلامة بتاعتي هنا. طب هجيبها ما بين الواحد والتلاتة. همشي كام واحدة؟ يلا نعد مع بعض كده. 1 2 3 4 5 6. طب يبقى دي هتكون بتساوي، هتساوي 1.35 في 10 أس، زي ما عدينا، في 10 أس 6. طب بالموجب ولا بالسالب؟ لو خدنا بالنا إن احنا اتحركنا يمين تبقى بالسالب. تبقى 1.35 في 10 أس سالب 6. رقم 3 بيقول لي 145 في 10 أس 8. طيب يا مستر، طب ما دي كده بالصيغة العلمية. لا دي مش بالصيغة العلمية، دي مش الطريقة الصحيحة للصيغة العلمية. الصيغة العلمية لازم الرقم اللي هنا لازم يكون أكبر من أو يساوي الواحد وأقل من أو يساوي العشرة. طيب الرقم ده علامته فين؟ العلامة بتاعته هنا. طب المفروض تبقى فين؟ هنا. طيب يعني دي كده هتكون بتساوي 1.45 في 10 أس كام يا شباب؟ فالعلامة بتاعتي هتتحرك مرتين في الاتجاه الشمال اللي هو الاتجاه الموجب، مرتين 2 بالموجب، ومعايا 8 موجبة. يبقى 2 زائد 8 10. بيقول 248 في 10 أس سالب 7. هل دي بالصيغة العلمية؟ لا. ليه؟ لأنها أصغر من الواحد. إحنا عايزينها تكون أكبر من أو تساوي الواحد وأقل من العشرة. فالعلامة بتاعتي فين يا شباب؟ العلامة بتاعتي هنا. فالمفروض العلامة تكون ما بين الاتنين والأربعة. فدي هتكون بتساوي، هتساوي 2 علامة 48 في 10 أس كام بقى؟ هي العلامة بتاعتي كانت فين؟ العلامة بتاعتي كانت هنا. فاتحركت مرة، اتحركت مرة في الاتجاه الايه يا شباب؟ في الاتجاه السالب. اتحركت يمين يعني في الاتجاه السالب. ففي الاتجاه السالب يبقى سالب واحد لأنها اتحركت مرة واحدة. سالب واحد ومعايا سالب 7 يبقى كله هيبقى سالب 8. سالب 8. رقم 5. رقم 5 بيقول سالب 0.15 في 10 أس سالب 9. فدي هتكون بتساوي، فين العلامة بتاعتي يا شباب؟ يبقى دي قلنا العلامة بتاعتي لازم هتكون ما بين الواحد والخمسة. يبقى واحد علامة 5 في 10. نركز كده مع بعض. العلامة بتاعتي فين؟ هنا. المفروض أصلا تبقى فين؟ تكون ما بين الواحد والخمسة. هنا اتحركت كام مرة؟ يلا نعد كده. 1 2 3 4. طيب اتحركت ايه؟ يمين يعني بالسالب. طيب يبقى كم مرة؟ سالب 4. سالب 4 ومعايا سالب 9 تبقى كلها سالب 13. سالب 13. وما تنسوش إن القيمة أصلا كانت سالبة فهحط هنا سالب. مثال رقم 3 بيقول اكتب كل ما يأتي بالصورة القياسية. هو مديني الرقم بالصيغة العلمية فأنا هكتبه بالصورة القياسية. يبقى 3.7 في 10 أس 5. دي هتساوي طبعا لما أجي أعملها 3.7 يعني اتضربت في 10 في 10 في 10 اتضربت في 5 عشرات.
ف3.7 في 10 أس 5، العلامة لما تيجي تتحرك هتبقى 37. طيب كده فقدنا 10، فهيتبقى معايا 4 عشرات اللي هم 4 أصفار، يبقى 3 7 1 2 3 4. رقم 2 بيقول 7 و38، 7 و38 في 10 أس -3. فالعلامة هتتحرك ايه يا شباب؟ العلامة هتتحرك شمال، فلما تيجي تتحرك شمال يبقى هنا 7 3 8 738، والعلامة اتحركت مرة واحدة شمال، يبقى كده 10 أس -2، فيبقى فاضل لي صفرين، وكده بقى الرقم معايا 738 من 100,000. مثال رقم 4 مثال ممتاز، بيقول رتب الكواكب من الأقرب إلى الأبعد عن الشمس، يعني بيقول لي رتب الأرقام تصاعديا من الصغير للكبير، فالأفضل أحولهم كلهم 10 أس 8. طيب لو جينا نتكلم عن زحل، زحل هبتدي بأول واحد. زحل ده 1 و43، 1 و43 في 10 أس 9، فأنا هخليهم كلهم 10 أس 8، يبقى زحل هيكون 1 طبعا في 10 أس 8. 10 أس 8 فالعلامة تتحرك يمين، هتكون 14 و3 في 10 أس 8، يبقى زحل. الأرض كده كده هي ب1.5 في 10 أس 8، مش هقرب لها. المريخ في 10 أس 8، مش هقرب لها. أورانوس أحوله ل10 أس 8، يبقى العلامة هتتحرك يمين، يعني دي هتكون 28 و7 في 10 أس 8. فدلوقتي لما أجي أرتب من الصغير للكبير، أصغر رقم عندي مين؟ زحل أهو. الأرض زي ما هو، الأرض 1.5 في 10 أس 8. المريخ 2 و28 في 10 أس 8. أورانوس ب28 و7 في 10 أس 8. فلو جينا بصينا على أصغر رقم مين عندي من اللي هم الأربعة اللي تحتيهم خط، هيكون كوكب الأرض رقم 1. فالأرض كده هيكون رقم 1. المريخ هيكون رقم 2. زحل هيكون رقم 3. أورانوس هيكون رقم 4، اللي هو الترتيب من الأقرب إلى الأبعد عن الشمس. بعد كده مثال رقم 5 بيقول أوجد ناتج كل مما يأتي بالصيغة العلمية. لو جينا بصينا على رقم 1، بيقول 3.7 في 10 أس 5 زائد 2.3 في 10 أس 6. كده ما ينفعش يتجمعوا، ليه؟ عشان هنا 10 أس 5 وهنا 10 أس 6، فاحنا هنحول اللي هو 10 أس 6 ل10 أس 5. يبقى كده هبتدي بالأولاني اللي هو 3.7 في 10 أس 5 زائد 2.3 في 10 أس 6، أحولها ل10 أس 5، يعني العلامة هتتحرك يمين، يبقى تكون 23 في 10 أس 5. فطبعا لما أجي أجمع أو أطرح بجمع الأرقام اللي هنا، إنما 10 أس 5 بتنزل زي ما هي، يبقى في 10 أس 5، وأجمع 23 زائد 3.7 هتديني 26 و7، يبقى كده 26 و7 في 10 أس 5. دي كده لسه ما وصلناش للصيغة العلمية، أحولها لصيغة علمية. فهنا دي 26 و7، المفروض العلامة تكون ما بين الاتنين والستة، فالعلامة هتتحرك شمال، هيتحول معايا ل2 و67 في 10 أس 6، عشان العلامة اتحركت شمال مرة واحدة فزودت على الأس 1. رقم 2 بيقول 2 في 10 أس 8 ناقص 3 و2 في 10 أس 9. حول 10 أس 8 ل10 أس 9، يبقى 2 في 10 أس 8 عايز أخليها 10 أس 9، فالعلامة هتتحرك شمال، فلما العلامة تتحرك شمال هتعدي الصفر، فأصبح الرقم ده 2 في 10 أس 9 ناقص 3 و2 في 10 أس 9. فبالتالي لما أجي أطرح هقول له الأس هو الأس، يبقى في 10 أس 9، واطرح ال2 ناقص 3 و2، فهيكون بيساوي -3 و18 في 10 أس 9. مثال 6 عبارة عن ضرب وقسمة، فالضرب والقسمة أمرها سهل. رقم 1 بيقول 6.5 في 10 أس 4 في 8 في 10 أس 2، فهضرب الرقم في الرقم والأسس في الأسس، يبقى هقول له 6.5 في 8، كده ضربت الرقم في الرقم، في 10 أس 4 في 10 أس 2. 10 أس 4 في 10 أس 2 لما أجي أضرب
في الضرب بجمع الأسس لأن الأساس هو الأساس، فهيكون 10 أس 6. 6.5 في 8 اللي هي هتكون ب52 في 10 أس 6. فدي عايزين نحولها للصيغة العلمية، قلنا هنا العلامة بتاعتي فهتكون 5.2 في 10 أس 7. رقم اتنين عندي بيقول 2.4 في 10 أس 11 على 1.2 في 10 أس -4. طبعا لما أجي هقسم الرقم على الرقم هيكون 2.4 على 1.2 في، طبعا هنا 10 أس 11 مقسومة على 10 أس -4. طبعا في القسمة بطرح الأسس، يبقى هقول له 10 أس 11 ناقص -4، يعني 11 زائد 4 هيكون 15. 2.4 على 1.2 اللي هي ب2 تبقى 2 في 10 أس 15. ودي هنا كده على الصيغة العلمية، مش محتاج أعمل لها حاجة.